اللي بنى مصر كان في الاصل فعلا حلواني ولا استاذ علي الحجار كان بيهزر؟ سنة 940 ميلاديا كان في واحد اسمه جوهر، وده كان احد المماليك اللي موجودين في الارمن في بلاد كرواتيا حاليا في اوروبا. وده كان واحد عادي خالص، انسان عايش حياته في بلده. بعد كده في ظروف معينة انتقل الى جزيرة صقلية، وهو كان كنفاني، كان فعلا بتاع كنافة وكان بتاع حلويات. وبعد كده اتأثر واتباع كمملوك للخليفة المنصور بالله في حوالي سنة 940 ميلادي. وبعد الفترة دي لما الفاطميين احتلوا مصر واخدوها، بعتوا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي علشان يبني العاصمة الجديدة في مصر. ولما جه هنا بدأ فعلا يبني العاصمة الجديدة اللي احنا شايفين أسوارها دي بالمناسبة، اللي هي عملها جوهر. نشوف مع بعض الأسوار اهي موجودة زي ما هي بالظبط، أسوار مدينة القاهرة القديمة اللي بقالها تقريبا 1080 سنة. ولما جه هنا في مصر بدأ يبني العاصمة الجديدة للخلافة الفاطمية الشيعية تمهيدا لانتقال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي من بلاد المغرب إلى مصر. ومصر في الوقت ده المقصودة في الأغنية اللي هي القاهرة. وجوهر الصقلي هو اللي بنى مدينة القاهرة للخليفة المعز لدين الله الفاطمي. فاللي بنى مصر كان حلواني فعلا، اثبتها، وعلشان كده هي حلوة الحلوان.